سلمت وزارة الخارجية الكويتية مذكرة إلى السفير المصري لديها أسامة شلتوت تتضمن طلبا من الكويت لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق شخص نشر مقطعا مصورا على وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن حرق علم دولة الكويت. والتقى مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون الوطن العربي السفير أحمد البكر بالسفير المصري أسامة شلتوت لتسليمه المذكرة، وذلك بناء على توجيهات وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم العبد الله. كما تم إرسال مفكرة ومذكرة رسمية من سفارة الكويت في القاهرة لذات الموضوع إلى وزارة الخارجية المصرية تتضمن طلب إحالة الموضوع إلى السلطات المصرية المختصة، وهذا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإلزامية بحقه واللازمة حيال القائمين على هذا الحساب بالشكل الذي يعكس ما كانت العلاقات الأخوية المتميزة بين الدولتين. والكويت تطالب القاهرة بمقاضاة مصري حرق علمها.